هي لشحن سيارات الكهرباء، يعني لاحظوا حتى في بقلب ادلب سيارات كهرباء نزلت. الاسعار بتبلش معك من 40 انت وطالع الوجبه. فعندي سؤال، بدي اعرف ليش هذا تسمى شارع الخماره؟ شباب تشهد احنا شو حكينا على الاكل. الماكينه انا ما شفتها الا بمكان واحد. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سلسله بلا جي بي اس. اليوم الحلقه مميزه وغير كل الحلقات اللي نزلنا لكم اياها على مدار رمضان. اليوم الحلقه من قلب ادلب الخضراء، ام الثوار وام الاحرار. اليوم حنبلش الجوله مع بعض من قلب دوار الساعه، بس وين حينتهي ما بعرف لانه الاسم الحلقه بلا جي بي اس. قبل ما نبلش بهي الجوله لا تنسونا من اللايك، تشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا لنا زر الجرس، تابعونا على حساباتنا الانستغرام والسناب شات. وهلا خلونا نبلش الجوله مع بعض. بس اكيد النزله على ادلب ما بتحلى بدون عدونه حبيب قلبي يعني. تسلم لي، يا هلا يا هلا. طبعا هي اول نزله يا جماعه الخير رح ننزلها على ادلب من بعد التحرير اللي صار لسوريا. رح اول نزله ننزلها على لا أدلب. بس للتنويه، هلا انا ما بعرف اذا قلت لك ولا لا وانت متذكر، انا نزلت قبل هلا بس اجيتها صح، بالليل. بلا هو اجى خاني بس اجاها انا بالليل. اجيت بالليل. اجاها بالليل، نحن اجيناها الصبح. هون العالم كثير محبين يا أي جماعه، والله. يعني بتلاقي العالم كلها عم تسلم عليك وتحكي أي معك والله. وتقول لك تفضل، يعني لو ما الدنيا صيام بيعزموك كمان تاكل او تشرب. صحيح صحيح. فكثير هي يعني. شغله حلوه يعني، والنعم منهم. ومن الشغلات اللي لفتتني بادلب، طبعا هي اول شغله لسه ما قطعنا دوار الساعه الا لفتتني انه موجود عندهم هون ساحه غزه، غزه العزه، وهذا دليل انه الشعب السوري والشعب الفلسطيني واحد. ورغم الحصار اللي عاشته اهل ادلب وعاشوه 13 سنه ما نسيوا القضيه الفلسطينيه، وهذا الشيء قسما بالله شيء مشرف يعني، وهذا دليل انه احنا شعب واحد مو شعبين. سألني سؤالين. الناس ما بتقدر يعني ما عم تساعدني، يعني انا عم في عشان ساعد اهلي، اهلي ما معهم واخوي مريض ما بيقدر يشتغل، يعني في معه شغل. انا من فتره كمان كنت ضربتني سياره وبديت 4 شهور وما قدرت امشي على الزيت لفتره بديت امشي. طبعا اللي بده يشوف احمد ومن سكان ادلب بيلاقيه عند دوار الساعه دائما. عند دوار الساعه بيلاقيه لاحمد، مو دائما بتشوف عند دوار الساعه انت هون ابو ضواحيها او شارع الخماره بصير، او شارع الخماره هون شارع الخماره. بتلاقوا بشارع الخماره، بس مو الخماره اسمه شارع الخماره، يعني الله يغنينا ويغنيكم عن الخماره يا رب. يا بشارع الخماره يا بدوار الساعه بتلاقوا لاحمد. هذا هو طلع اخر شيء شارع الخماره يا جماعه الخير. طبعا الله يبعدنا ويبعدكم عن الخماره، بس هو الاسم مسمى هيك، بس لازم نعرف ليش تسمى شارع الخماره. لازم نستفهم هي المعلومه احنا. السلام عليكم. فعندي سؤال، بدي اعرف ليش هذا تسمى شارع الخماره؟ كان من زمان في خماره وين كان ينباع فيه خماره. بس هلا اعتقد من زمان كان في خد جماعه الله يغنينا ويغنيكم، ليك تسمى شارع الخماره من زمان هذا حكي. من زمان، وظلوا على اسمه الشارع. هلا صار اسمه شارع الماركات او شارع الخماره شارع الماركات او شارع الخماره. معروف شارع الخماره. معروف شارع، خلص شارع الخماره معروف. تسال على شيء بادلب يجوا لعند هالشاب. بالضبط، بتلاقوه شارع الخماره. بالضبط. ارمغان. عنده وين؟ محل ارمغان شارع ارمغان بشارع المخار. هتلاقي لك تابع المحل. اهو بتجوا لعند ارمغان وبتاخذوا من عنده خصومات كمان. هو شارع لك لا يا اخي، هو اسم الشارع، شو ما في غير بيدلب شارع خماره، في عندنا بدومه في شارع خماره كمان، بس اسم. يلا يعطيكم العافيه، شكرا لكم، السلام عليكم. هلا بالحبيب. لك على احمد توب، حبيبي يا احمد توب، حبيبي يا احمد، الله يسعدك يا حبيبي. لا يا قلبي، الله يبعث لك عروس. لا انا متجوز يا احمد، متجوز. امين امين يا رب. عرفتوا اخر شيء ليش تسمى شارع الخماره؟ انه كان فيه خماره من زمن، يعني من زمن مو من هلا. فالله يبعدنا ويبعدكم يا رب. طبعا في شغله كثير حلوه اللي عم بلاحظها كمان بقلب ادلب، انه يا جماعه الشوارع كثير منظمه، كثير منظمه، يعني ال 13 سنه اللي قعدوها نظموها فيها، يعني طلعوا منها منطقه مثل العالم والخلق، وباذن الله حتصير سوريا كلها نفس النظام هيك. بس زيها في شغله بدنا نساله قديش المعروكه هون؟ نحن بنعرف بالشام قديش، بس هون ما بعرف. السلام عليكم، كيفك خال؟ قديش المعروكه عندك؟ 30. شو هي محشيين ولا؟ هذول اطول جوز كلهم قطر وجوز. 30,000 الوحده. 30,000 سوري.
تركي 30 30 ورقه تركي. على السوري حوالي 20,000. على السوري 20,000. ايه والله 20,000 محشيه. لا ساده. بتسكنونا عندكم بإدلب؟ السلام لك الله يسعدك يا اخي، الله يرزقك يا رب. بلدنا بلدكم واحد. لك الله يسعدك والله والنعم منكم اهل الاصل قسما بالله. الله يسعدك يا رب ويرزقك جاه الحبيب محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف عن المنظر. قديش القرص عم تبيعوه؟ قديش؟ 20 ليرة القرص. 20 ليرة قديش على السوري؟ قديش على السوري طب تبيع؟ والله وانا ما بعرف. في فروج وفي لحم. والله هي حزير مين كان بدها؟ عنده فروج، عنده كبة مشوية بالفروج. مشوية بلحم الفروج يعني بالدجاج. تمام. بالدجاج صح؟ يعني عنده نوعين وهي كثير قليلة تلاقوا حدا بيعملها يا جماعة الخير. شارع القصر العدلي مقابل هيئة الزكاة. الزكاه. هيئة للزكاة، هيئة العامة للزكاة. ماشي مشكور عم، شكرا لك. يعطيكم العافية. الله يخليك، السلام عليكم. حتى شوف في عندك هون بروستة الزواق، وبروستة الزواق هذا من الأماكن أو المطاعم المشهورة يعني بإدلب. فرع بالشام. طبعا أنا بسوي لكم لهذا المكان لفرجيكم إنه إدلب هي دولة لحالها، تعالوا شوفوا لي هالمنظر. عندكم هنيك وزارة الإعلام، حد وزارة الإعلام بنك الشام، حد بنك الشام سريافون، حد سريافون، إذا بنفتر شوي بتلاقوا وزارة الصحة، يعني وقيادة الشرطة وهون وراي، ووزارة الصحة هون، يعني قسما بالله العظيم إنه هن عاملين دولة لحالهم. قديش عم تاخذوا على المشاوير عندكم؟ 40 50 بس الاغلبيه 50 تقريبا. بقلب البلد هون بقلب البلد. انت اللي اخذك من هون على سرمدة. على سرمدة اليوم طلب سرمدة انا سياره بنزين يعني اقل شيء 500 ليره. 500 ليرة. حتى المازوت نفس الشيء لان اليوم الفرق صار 5 ليرات. كم كيلو متر في من هون لسرمدة؟ في شغله 34 35 كيلو متر للسرمدة. لسرمدة. قابل الهواء صار اكثر. الله يرزقكم، الله يرزقكم حبيبي، الله يخليك، الله يخليك، السلام عليكم. طبعا المسافة اللي كان عم بحكيها بين سرمدة، نحن حاليا لساتنا بقلب ادلب، يعني محد قريبين على دوار الساعة وعلى سرمدة بالمدينة، بقى في شي 40 كيلو متر من هون لسرمدة. الشغلات اللي كثير مشهوره وهو موجوده عندهم كثير بادلب، هن بيقول لك دائما الاسعار بالادوات المنزليه ولا باي شيء ولا ادوات المطبخ ولا ان كان فرش بيت هو دائما ارخص من تحت من الشام. الطقم هيك شو عامل بالله؟ 70 ليره. نحن لازم نقرش على السوري هلا هيك يعني حفاظ 70 ليره. ايه اذا بتعطيني بالدولار احسن، اذا بتقول لي الاسعار بالدولار اضبط. 18,000 18 و 20. اذا بتعطيني الاسعار بالدولار اللي حاسالك عليها بكون ممنونك انا. هيك الطقومه هدول مثلا 200,000 سوري، يعني عم نحكي بشي 20 تقريبا 20 دولار نحن. طبعا وعنده اشكال الوان، يعني كل شيء من مجاميع ومن مستلزمات وعدات مطبخ حتلاقوا موجوده عنده يعني. اعطينا عنوان المحل خان. محل ادلب شارع الجلاء قابل مدرسة العروبي. ادلب شارع الجلاء قابل مدرسة العروبة، واللي بيجي لهون يقول له جايتك من طرف جلال وعليه خصم باذن الله تعالى. الله يسعدك هاي، الله يسعدك هاي. ان شاء الله. اذا ما راعكم، اذا بيجي من طرفي ما راعكم اكتب لي بالتعليقات عمي. ان شاء الله نراعيك كلياتنا. الله يسعدك حبيبي، شكرا لك، شكرا لك. السلام عليكم. تبارك الرحمن، ما شاء الله على هالاجواء شو حلوه. يا اخي والله ما بدي ارجع على الشام، لا ترجعوني على الشام، انا خلوني بادلب، لا ترجعوني على الشام. شوف هالمنظر عدوني. هاي حلوه ايه منها مي. هيك ليك من هون السحب تبعها، من هون السحب بتصير بتكب، تسحب وبتكب مي. ما شاء الله. هدول مكامير، مكامير يدوية، والله شيء مرتب ما شاء الله. السلام عليكم. هلا انا كمان كنت اخذ معلومه شوي غلط عن عن اهل حرستا ودوما، انه عندهم كثير ميتورات، والله شكلهم اهل ادلب كمان عندهم كثير ميتورات يعني.
انا بعتذر من اهالي دوما وحرست ظلمني، فكرتكم لحالكم، طلع معكم اهالي ادلب والله. ايه هذا هون سوق الذهب، يعني مثل ما في بالشام سوق ذهب هون حتى في سوق ذهب. يعني قسما بالله انه ادلب مخدمه احسن من على ايام الطاغيه بشار لما كان هو مستلم الحكم بسوريا، ادلب مخدمه احسن لسه. طبعا هلا هيك اخذناكم نحن جوله بلشنا فيها من اول الساعه من قدام دوار الساعه، وفتلنا فيها نواحي ادلب المدينه ورجعنا فيها لعند دوار الساعه مره ثانيه. طبعا هي هيك نحن فتلناكم حوالي ادلب المدينه حاليا، ورح نروح مع بعض عدانا نكمل جولتنا. وبعد ما خلصنا جولتنا معكم بادلب المدينه، نحن حاليا بالدانا. دانا اشهر منطقه بادلب بالمولات، اللي هو حاليا نحن بقلب شارع المولات، وين ما تطلع يمينك ويسارك كلها مولات، فلذلك اليوم نحن حنعمل معكم جوله بقلب المولات. واول مول حنبلش فيه اللي هو من اشهر مولات الدانا، مول الحمراء. بس قبل ما نبلش جولتنا لا تنسونا من اللايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا لنا زر الجرس. وهلا خلونا نبلش جولتنا. بدي اعرفكم قبل ما نبلش جولتنا بالمول على ابو ادم اخونا وحبيبنا، وابو الصيف سليم اخونا وحبيبنا، يلي هن حياخذونا جوله بقلب المول الحمراء. طبعا ولامن المول شوفوا عدد الكاميرات الموجوده، يعني ما في زاويه بالمول الا مراقبه كلياتها بالكاميرات، وهذا اذا بيعني على شيء بيعني على درجه الامان الموجوده بهذا المول، مول الحمراء بالدانا. خلونا نكمل جولتنا مع بعض. شكرا كثير لكم، شكرا كثير، الله يخليك. طبعا في شغله بدي احكي عليها، نحن انطلب منا تصريح للتصوير تحت. انا ما حاحكي بانه مول انطلب مني تصريح بقلب الشام، انطلب كمان مني تصريح بقلب الشام، وللاسف تعاملت بطريقه كانت جدا سيئه، جدا عنصريه، وما حاذكر انه اسم مول تجنب الاسماء. اما بمول الحمراء لما انطلب مني تصريح وطلعنا على الاداره تعاملنا بكل احترام وحب، حتى تصريح وزاره الاعلام ما رضوا يشوفوه لانه كانوا عم يتعاملوا معنا بثقه. بقى شوفوا الفرق المعامله، بتمنى فعليا من الشعب السوري كلياتنا بعض نتعلم هي المعامله الحلوه. طبعا هون اسعار الملبوسات كثير رخيصه، في ناس كثير عم تجينا من اللاذقيه، من الشام، من طرطوس، عم يجوا يتسوقوا، حتى من لبنان. اذا لاحظت في سيارات لبنانيه، في كثير عالم من لبنان عم تيجي لهون. طبعا هذا قسم الاطفال صح؟ طبعا هون الاشخاص اللي بده يتسوقوا اكيد معهم اطفال صغيره كذا، فبده يروحوا عنهم لحتى يقدروا يشتروا. صحيح، بيأمنوا عليهم. ايوه هون مثلا مساحه امنه للاطفال، بتامن على اطفالك هون، بيلعبوا الاطفال. هذا الشيء كثير حلو. وانت بتروح تتسوق انت وعيلتك، او انت ورفيقك، او اي حدا بيحط اطفالهم هون. في اشخاص يعني دايرين بالهم عليهم. بس كمان هي شغله حلوه انه انت جاي تتسوق فيك تحط اطفالك وتامن عليهم، وفي مين كمان عم بيراقب هذا الموضوع. معظم الاوقات وقت بيجوا الاهالي هون بتخانقوا بسبب الاطفال. بسبب الاطفال. على انت شيل الولد وانت لا تشيل الولد. ما هيك حلوا لهم القضيه. حلوا المشكله هون والله حلوه. بجوز. طبعا قسم الالعاب متواجد بالطابق الثالث، نحن حنباشر معكم بالطابق الثالث لنزول للطابق هون الاول. مثلا الاجهزه الكهربائيه. هلا بدنا نسال على اسعار، بدي اشوف الفرق مثلا اسعار الغاز شو عم توقف؟ مثل هيك غاز اخي شو سعره؟ ابتداء من $100 من 100 ل 170. معظم الاوقات يعني البيع بالدولار. والبرادات تقريبا يعني الاكثر استهلاكا من 200 ل 400 تقريبا الاسعار. من 200 ل 400 تقريبا. والغسالات نفس الشيء من 180 ل 400. مبروك للبرشلونيين جميعا، مبروك لجميع البرشلونيين. تأهلت برشلونة. بتاخذ والريالية دائما برا يا جماعة. لا يا حبيبي شو برا، عندنا 15 لقب. بدنا ناخذ هيك فكرة بسيطة عن الأسعار، يعني تقريبا ابتداء من الله يخليك، يعني ابتداء تقريبا بالتركي. هون عم نحكي ولا دولار؟ عم نحكي دولار كله دولار هون المعاملة. طبعا هون طلعنا من التركي جينا على الدولار بالمول صح؟ من $10 وانتم طالعين طبعا. يعني خلينا ناخذنا مثلا فكره، شو في عندك ارجينا ابو يعني شغل ال10 وشغل ال20. شوف هون من 10 ل 15 هذا كله هيك من 10 ل 15 هذا.
حتى في هون مثل ما شايفين زبائننا الكرام نتعامل بجميع العملات، الدولار والتركي والسوري، يعني حتى بإدلب بتعاملوا بالسوري، اوعكم تفكروا ما بتعاملوا بالسوري، يعني بتعاملوا بجميع العملات. هيك شيء بيجامات بالناتيه بيبي. طبعا بيتراوح اسعارهم من $15 وانت طالع، طبعا في حسوم على كافه البضائع، تراوح من 10% ل 30%. ما شاء الله. وطبعا في جنزات كمان وفي كل شيء متطلبات قسم الولاده. هون في طبعا محير هون صار. ايوه هلا هون في المحير. ايوه يعني مو بس كمان بس للبيبي والاطفال، لا محير. محير كامل. ايه طبعا. محير. هون الاسعار شو قلت لي بتبلش؟ هلا بالجنزات معنا من $9 وانت طالع. $9 وانت طالع. طبعا ماركات ونخب اول، وطبعا في كل الالوان والقياسات وكله موجود ان شاء الله. والله حلو في يمين الجماعه ما نطلع الا ما نشرب الشاي. ايه مثل هيك بدنا نعرف الاسعار. مثلا هيك جاكيت شو سعره؟ هلا هيك شيء بيرجع ل $40 يعني. $40 والرسمي تقريبا هيك شيء عندك ب60 وفي كمان نوعيات ثانيه بترجع ب 30. 30. هاي الكنزات حاليا كثير دارجه ومطلوبه، اللي بتيجي ما لها كثير قبه عاليه وما لها قبه واطيه، بتيجي نص قبه تقريبا. هيك شو بيجي سعرها؟ هيك ترجع على $22. على $22. وبدي اخبركم بالعرض اللي عاملينه بمحل مول بمول الحمراء. خبروني الاداره انه عاملين حسم من 10 ل 30% مقدم اهداء لروح الامن العام اللي استشهدوا بجبلة، الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنه اجمعين يا رب. وفي حتى عندهم الماكينه هي. طبعا يا جماعه هي الماكينه انا ما شفتها الا بمكان واحد اللي هي موجوده باوروبا، اني اشوفها بسوريا وبإدلب هذا الشيء كثير عظيم. مثل ما شايفينها بتاخذ عندكم هون كاش وبتاخذ مصاري الحديد وبتاخذ العمله التركيه. خلينا نشوف اذا بيطلع معنا تركي، لانه البركه صار معنا تركي وصار معنا سوري، حظنا طلع معنا تركي. هي العمله شوي معلش يعني كثير مهرتك اللي معي يعني. بما انه لقينا صعوبه بانه نحط 10 مع بعض جبنا 20 شقفه واحده. تفضل ابو ادم. المشكله عندك. المشكله عندي يا جماعه الخير، والله انا تعاملي مع التكنولوجيا صارت ضعيف. حلوه الفكره. ها بسم الله. وهيك طلع عنا هدول المشروب والبسكوته. بس قلت لكم فكره جدا رهيبه انه موجوده بنص سوريا، وان شاء الله بنص ادلب، وان شاء الله بتصير موجوده بكل سوريا وعلى انحاء سوريا يا رب. هلا خلونا نروح مع بعض نباشر بمول ثاني. تفضلوا. بس بدي اجربها. هي اسمها قوه الطبيعه، لازم نجربها قبل ما نروح. لا طلعت كثير قويه. عبينا لهم الدنيا. نحن سامحونا المول والله، بس طلعت قويه جدا يا جماعه الخير. تفضلوا معنا. هذا كاندي كافيه. طبعا هذا بالسيارات، بتيجي بالسياره بتوقف هون بتشوف شو بدك وبتمشي بتلف، بتعمل طلبك بترجع بتاخذ من الشباك الثاني الطلب وبتضل مكفي، ما بتنزل من السياره ابدا. طب هلا احنا ماشيين على اجرينا، حيعطونا اذا بنمشي؟ لا بيعطوك طبعا. بيعطونا. في عندهم كل شيء بارد سخن. بارد سخن حتى جاتو. السلام عليكم. بدنا اخي 4 قهوه من بعد اذنك. ساده. 4 ساده؟ اسبريسو. اسبريسو ساده. ايه ساده كلنا ساده. اذا بقى انك بتشربها حلوه شلون صار بدك اياها ساده؟ يلا ساوي لي اياها حلوه. لا خلينا 4 ساده معناتها. الله يخليك. بتاخذوا سوري؟ الله يبارك بالجماعه. شو قديش بيطلع صار مع السوري؟ خذ طريق بس. 21,000. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا 20,000 ماشي 20. يا اخي والله هناك اهل الكرام يعني هي رقم طلعت 21 جبرها دغري على 20. ربي يسعدك. تفضل هي 20 حبيبي. ها خلينا نروح ناخذها. اخي الساعة 1:10 حنشوف قديش حياكل معنا وقت هذا الموضوع. ووصل تمام. الطاقة الثانية والله حلوة، حبيت هي مثل الدوار يعني، والله كثير ظريفة. علي الحلال اكلوا دقيقتين ودقيقة عم بينادي لي، يعني دقيقة اكل الطلب. لا والله ما تأخرتوا، لا والله يعيشوا اليدين. اي والله. تفضل. طبعا ما نروح نكمل معكم جولتنا، حبينا نقعد هيك نشرب القهوة على الرواق. وفي شغلة كثير مهمة لازم تعرفوها، انه موجودة بإدلب، انه وين ما تمشي انت في عندك انترنت مجاني بالشارع. يعني انت بمجال فتحت الواي فاي تبعك، انا حارجيكم مثال صغير. اذا بنروح بنفتح الواي فاي شوف كمية الشبكات اللي بتيجيك. طلعوا كمية الشبكات اللي موجودة. بقى هون الانترنت يا جماعة الخير مجاني، يعني انت ما بتحتاج انك انت تقعد بمكان وما عندك انترنت. والسرعة يعني خلينا اذا بدنا نحكي على السرعه الاوروبيه بالضاهيه، فعليا بالضاهيه، لانه انا شخص بجرب بالتحميل على اليوتيوب، والتحميل على اليوتيوب بده كثير انترنت. بقى لما جربته حملتهم كانت السرعه جدا رهيبه. والله عذبتوا حالكم والله العظيم. الله يسعدك.
الله يخليك. وجبه حميديه خاصه فينا بالمحل، ما في منا بالمحرر كله يعني هي خلطه سريه فينا نسميها. والله يعيشوا الايدين، يعيشوا الايدين يا جماعه الخير. والله العظيم يعني ما بعرف شو بدي احكي، قسما بالله انه كميه الكرم الموجوده والله العظيم ما في محل بتفوته الا ما لازم تتضيف، الا ما لازم تتضيف. يعني اهل الكرم والجود والله العظيم. اسمه بالله. اي والله انت بادلب، اي والله انت في ادلب، قسما بالله لما بقول لك انت في ادلب يعني انت في ادلب، وما كذب اللي قال لك يا هالكلمه هي والله العظيم. بسم الله. ما عليها حكي. طيبه والله العظيم، طيبه يا جماعه الخير. مولشة، هي بنكهه كيوي، هي بالخردل، هي سبايسي حده، ايوه هي شطه، هي دقوس، هي تبع المندي. الله يسعدك والله مشكور والله العظيم مو بوشك، وهيك كنا طافيين الكاميرا وهي الشباب تشهد احنا شو حكينا على الاكل. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لقمه طيبه ونفس طيب هي والله. شهاده بنعتز فيها. والله الله يخليك والله، وانتم غنيين عن التعريف يعني. الله يخليك الله يخليك، حياك الله والله. الله يسعدك. طبعا يا جماعه الخير، شاورما الحمديه موجود بالدانا مقابل المول الحمراء. والله شكرا، حياك الله. الله يخليك، شكرا كثير لك، شكرا كثير. وكمان فكره كثير حلوه وذكيه من صاحب مستر ركان، لانه فاتح محل شاورما الحمديه، لانه دائما بعد الاكل شو بدك تتحلى، بقى بتخلص اكل من هونيك بتجي فوريا لعند مستر ركان تتحلى، بتفقع لك وحده نابلسيه سخنه عليها القطر. ما عنده اي نوع الحلويات الا نابلسي وبوظه تقريبا بس ومدلوقه كمان. مدلوقه يعني التخصص كثير حلو، اما انك تفتح جميع الاصناف انت اكيد ما حتروح الجوده تبعك. هون بس عندهم نابلسي. الاسعار بتبلش معك من 40 انت وطالع الوجبه. 40 ايه تركي 40 تركي. ايوه. بالنسبه للصحن المستر، عندنا صحن المستر على اسم المحل، يعني صحن المستر بيجي فيه نابلسي مدلوقه وبوظه. المستر واللوجو تبع المستر. ايوه يا عيني عليك. مقابيل بالدانا كمان المحل موجود مقابيل الحمراء. مستر ركان. قسما بالله مو بس على الشوارب، لك على الشوارب وعلى العين وعلى الراس. وحي شو هاد؟ نيفا خلينا نشوف البوظه يا ابو ادم. شوف البوظه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف اوف طيبه، اوف شو طيبه، اوف شو طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو ادم عليك بالمدوقه، قول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شو يا ابو ادم؟ انا على طول بجي باكل هون، بدنا رايك انت. على الشوارب والله على الشوارب. النابلسيه نحن بنطبخها، البوظه نحن بنطبخها، عرفت شلون؟ يعني الاصناف كل شيء اصناف انت عم تشوفها هون شغلنا، شغل ايدنا. لازم الطاقية. ايوه عشان نقبل معنا اللوجو. يا هلا عليك. ويلكم وحده على الشوارب من مستر ركان. ايوه حتى هون في كاش يعني فيك تدفع بالتطبيق، انت ما فيك داعي تحمل مصاري بجيبتك. اذا عندك تطبيق في كاش فيك تدفع بس خلال التطبيق وما في داعي تحمل مصاري بجيبتك. بدي اياكم تسامحوني اذا كان هذا الفيديو شوي طويل، بس فعليا الدانا اذا انا بدي اصورها كلها بتحتاج اكثر من يوم كامل بس اني اقعد افتر واصورها. لهيك هذا الفيديو حيكون عليكم شوي طويل، بس معلش سامحوني وافتروا حتى تشوفوا جمال الدانا بقلب ادلب الخضراء. تعالوا لنكمل جولتنا مع بعض. انه بدك تشتري اغراض للبيت فما لك غير دماس مول. تعال نقارن الاسعار بين هون والشام. يلا يا رب شرف. بسم الله. لذلك انا عندي لسه لازم نجيبها، بدنا نباشر فيها باذن الله تعالى. بدنا اول شيء فيها رز طويل المحمود، هل هذا موجود؟ موجود، رز المحمود موجود. تمام، هناخذ 2 والله من بعد اذنك من رز المحمود. هو هذا بيجي كيلو تقريبا مو؟ 900 جرام. بدنا واحد زيت زيتون. وهذا من شغل وين؟ شغل هون المنطقة هون. شغل ادلب يعني. ايه ناخذ معهم زيت ادلب، اسمها ادلب الخضراء. ايه والله ادلب الخضراء، ايه والله. بدنا زيت عادي، حناخذ زيت عادي. كيلين سكر. سلامتك حبيبي الله يخليك. شكرا لك، شكرا لك. اطرميز المكدوس هداك شو عامله الله يخليك؟ ايه شو عامل؟ شو سعر؟ $3 هذا اطرميز المكدوس. طبعا هيك نحن جبنا الاغراض يلي مكتوبه عنا واللي جبناها نفسها بالشام. حنشوف اذا كان في فرق اسعار ولا ما في فرق اسعار. السلام عليكم. الله يسعدك يا
سلامة قلبك باذن الله. تمام هيك الوضع. شو حسابنا؟ 30 دولار يعني على السوري 300,000 باذن الله تعالى. طبعا وهيك طلعت معنا الفاتوره ب 30 دولار يعني 300,000. هلا في فرق، هلا احنا لسه القهوه بس اللي ما جبناها، بس طبعا ما في فرق، لا في فرق بين ادلب والشام. هيك كانت جولتنا معكم بادلب المدينه، وهيك كانت جولتنا معكم بهذا الفيديو بالدانا. طبعا احنا حاولنا نغطي قسم كثير 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 صغير من الدانا، ونحن بنعتذر اذا كان الفيديو طويل، بس احنا فعليا عم نوصل للصوره الواقعيه والحقيقيه 100% الموجوده بقلب ادلب لكم. إذا حبيتوا هذه الحلقة من سلسلة بلا جي بي اس لا تنسونا من اللايك وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تتابعونا على حساباتنا الانستغرام والسناب شات، وإذا حابين نروح على مناطق ثانية اكتبوا لنا إياها على الانستغرام. ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة من سلسلة بلا جي بي اس. باي.